يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم مجددا بقناتي. اليوم بدي أعمل يوم العصر، يوم الأحد العصر، بما إنه برد بحب أعمل شي حلو جاتو. بس هالمرة حأعمل جاتو بجوز الهند والليمون. حنبلش. أول شي بدنا نحط هيدول 3 حبات بيض، 3 حبات بيض حنحطهم هون. سوائل، أول شي السوائل 3 بيض. أكيد مين ما بيعرف يعمل جاتو، بس في ناس ما بتعرف تعمل، بعدها في ناس بيبقى مبتدئة، بعدها بنجوز جديد. بنحط رشة فانيليا، ما بدي مبين عندكم، رشة فانيليا، ما بكتر فانيليا أنا لأنه هيدا البودرة، وملعقة كبيرة أو وسط من هيدي البيكنج باودر، مقوبعة يعني، ملعقة مقوبعة. وبنحط السكر كباية، أنا ما بحب أحط سكر كتير، خلينا ننزل الباقي كمان. هاي كباية سكر. وبدنا نحط مشان الزنخة رشة خل، يعني شي ما نص ربع ملعقة صغيرة بس مش أكتر خل. هذا الخل اللي عم يتدخل بالأكل سحري يعني. ونخفق البيض إذا مبين عندكم، مع السكر مع الفانيليا والبيكنج باودر. ومحضرة أنا هون القالب الجاتو، دهنته طحينة. أنا ما بستعمل شيء إلا يا زيت وبغبره بالطحين أو بحط له طحينة، هيدا مشان ما يلزق من فوق لتحت. هيدا خفق هلا بقولوا انه حطوا على الخفاقة، لا فيها تخفق بإيدها إذا ما عندها خفاقة، يعني ضروري واحد بركي ما عندها خفاقة، بركي ما عندها كهرباء، فيها تخفق هيك وبيزبط معها 100. بنحط كمان شي عصير ليمون، يعني ليمونة وحدة بس كمان بدنا نحطه. نحن هون بنكون حطينا بعد فيه عنا كمان. هلا اخر شي بنحط الزيت مع الزبدة. انا ححط هلا بعدني عم بخفق. هون في عنا طحين 3 كبايات، وعنا فنجان جوز الهند. بما انه انا اليوم الجاتو او الكيك اللي بدي اعملها بجوز الهند والليمون، ححط كباية جوز الهند مثل ما هي، مثل ما نكون شايفين. وبنخفق بننزل الطحين كمان شوي شوي. بننزل الطحين 3 كبايات صغار، يعني مش هالكبايات حسب المعدل الكبايات اللي عندكم، يعني المقياس. هلا اذا انتم كل كباية طحين بدها بيضة، يعني انا حاطة 3 كبايات يعني 3 بيض. هلا عم بخفق منيح. هنزل الطحين كمان كله. انا استعملت طحين بهيدي الكباية بهيدا المعيار. هون بنشيلهم ما قلنا شغل فيهم، نحطهم على جنب. وفي عنا هون ملعقتين حليب بودرة كمان بنسقطهم، بتعطي نكهة طيبة بالجاتو. بنشيلهم هون على جنب.
يعني طقس مثل ما قلت لكم الصبح، بس يكون في طقس بارد. من أجمل شيء يكون في عندك مخبوزات بالبيت. بنسقط آخر شيء المواد الدهنية اللي هو الزيت والزبدة كلها. من أجمل شيء إنه تعملي مخبوزات بالبيت. ريحة الجاتو بالبيت حلوة كتير، يعني ريحة البركة والصحة والعافية. وشوفي ولادك شو بينبسطوا بس يشوفوا أمهم عم تعملهم جاتو بالبيت. فرق ما تشتريه خالص. لا، هو ريحة الجاتو بالبيت، يعني إذا بتسألي كل العالم بقول لك مزبوط. هلا نحن هون حنخفق منيح بس من تحت لفوق. يعني هذا الجاتو ما بده خليه يكون في هواء لحتى ينفخ. قالب صغير ما قالب كبير، بس انا الحجم عندي ما عندي قالب صغير لحطه فيه، فحطه بهيدا. اكيد هيدي كيكه او جاتو على جوز الهند والليمون، طيب كتير، بدنا تجربوها. وفضلا وليس امرا انه تشاركوا الجميع بهيدا القناه وتحطوا لي لايك حتى يوصل عند الجميع، او سبسكرايب. هون حسقته انا هلا بقلب القالب اللي عملته. هيدا القالب هحط العجينه الجاتو هون، هنزله. اكيد محمية الفرن على درجة 180، يعني بده تقريبا شي 35 دقيقة إذا كان حامي الفرن. إذا مش حامي بده 40. هلا أنا هون حسقط جميع المكونات الموجودة هون. انتو مثل ما انكم شايفين طلع. أنا فيني خليه هيك مثل ما هو، ما وزعه على كل القالب، بيطلع قالب نص مثل ما هو هيك، لأنه القالب كبير والكمية صغير. يعني هي 3 كوبايات طحين و3 بيض. هلا بضغطوا ضغطتين بس مشان الهواء. مثل ما انكم شايفين فيني خليه هيك. هلا بيطلع نص تقريبا. اذا انا زبطته ما بيكمل كله، بيطلع مثل القمر، شكله مثل القمر مثل ما انكم شايفين. هحطه بالفرن بالنص على درجة حرارة 180. ودمتم سالمين، وبتمنى انه يعجبكم هالفيديوهات اللي عم بعملها وتشاركوا. ودمتم سالمين، ان شاء الله بضلكم خير للجميع، وان شاء الله برجع بفيديو جديد. باي باي.